الرحيم. أين محمد نور؟ موجود. يا مرحبا بك، أنت بخير؟ أسألك أم أسأل غيرك؟ أسألك. أنت بطل يا محمد نور، الأبطال قليل هذه الأيام. طيب، هذه الأبيات التي سأذكرها الآن هل هي حق أم باطل؟ قال بكر بن حماد: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا ما يقول فغيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد. فكم من حديث للرسول أماته، وشيطان أصحاب الحديث مريد. حق أم باطل؟ أعيد: ولابن معين في الرجال مقالة. تعرف ابن معين؟ يحيى بن معين تكلم في الجرح والتعديل، تكلم في الرجال. هذا يقول له مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، سيسأله الله. فإن يك حقا ما يتكلم به، فإن يك حقا ما يقول فغيبة، وإن يك زورا فالحساب شديد. فكم من حديث للرسول أماته، وشيطان أصحاب الحديث مريد. حق أم باطل؟ حق، يعني علم الجرح والتعديل غيبة. ابن معين من أئمة الجرح والتعديل مغتاب. هو كيف حق عين؟ كيف يكون حق هذا؟ اسمعوا يا من في نيجيريا، اسمعوا ماذا يقول محمد نور، فليعلم الغائب الشاهد. محمد نور يقول عن علم الجرح والتعديل غيبة. ما زلت على هذا القول ولا رجعت؟ إذن حق أم باطل؟ باطل. أحسنت. هذا الرجل يطعن في ابن معين، وأنه يتكلم في الناس، وأن هذا الكلام في الناس غيبة، إن كان حقا وإن كان غير حق فسيحاسبه الله. وكم من حديث للرسول أماته، يعني حديث ضعيفة تكلم في رجالها يحيى بن معين، فردت الأحاديث. واضح؟ ولهذا رد عليه ابن شق الليل محمد بن إبراهيم فقال، وهي أبيات رائعة احفظوها، قال: أرى كل ذي جهل يحدث نفسه، بأني مصيب في المقال مجيد. كل واحد جاهل محدث نفسه، مثل جماعة الفيس اليوم. كل واحد يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، أجيد الكتابة وأجيد الكلام وأجيد طرح المسائل، وهو ما عنده شيء. وتجد في كل فتنة داخل، حشر أنفه في كل فتنة. حدثت فتنة في الجزائر دخل، في المغرب دخل، في العراق دخل، في ليبيا دخل، في السودان دخل، ناطح براسه ما همه، يظن نفسه أنه يجيد الكلام ويجيد القول. قال: وأرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدئ ويعيد. كبكر بن حماد ترنم وحده، فقلت مجيبا: ويك أين تريد؟ ويحك أين تريد؟ تطعن في أئمة الجرح والتعديل، تتكلم في أئمتنا. جهلت طريق الجرح والفرق بينه وبين اغتياب الناس وهو بعيد. أين الغيبة وأين علم الجرح والتعديل؟
هذا مأجور صاحبه، مرفوع مقامه، محتسب أجره، وذاك عاص لربه، طاعن في الناس بلا حجة ولا برهان. قال: فغيبتهم ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود. هذا المغتاب، هذا هو المغتاب، يذكر الناس تنقصا فيهم، متشمتا حاسدا، هذا هو المغتاب. قال: وأما إذا أخبرت عنهم نصيحة وتحصين دين والإله أريد. اتضح الفرق الآن بين الغيبة والجرح والتعديل. انتبهوا، فغيبتهم ذكر العيوب تنقصا على غير دين، ليس ديانة، شامت وحسود. إذن هذا المغتاب. تجريح، الذين يجرحون الرواة ويبينون ضعفهم وكذبهم وعوارهم. قال: فتجريح أهل الجرح لا شك جائز، أما إذا أخبرت عنهم نصيحة، إذا النصيحة وتحسين دين، أريد حماية الدين، حماية السنة، والإله أريد الإخلاص في الكلام في الناس. وهذا رد على أبي الفضل الذي لا فضل له، حمد الصويعي، لما قال الجرح والكلام في الناس لا يحتاج إلى إخلاص، فقال: والإله أريد، لا بد من الإخلاص في هذا. فتجريح أهل الجرح لا شك جائز، شبيها بقاض قد أتاه شهيد. كالقاضي الذي يأتيه الناس لتشهد فيرد شهادة الفساق ولا يقبله، يجرح الناس: أنت فاسق، ما اخرج، ما أقبل شهادتك. فله ذلك، ما أحد يذمه أو يرد قوله. ومسخوط أحوال وغير معدل ولا مرتضى فاردده وهو شريد. فلو كان هذا غيبة ما أجازه جميع الورى والعالمون شهود. ولا قال خير الخلق هذا وصحبه من الدين مراق وذاك فقيد. ما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. وقال عنهم أيضا ماذا قال عن الخوارج؟ كلاب أهل النار، وهذا جرح فيهم. وصحابته أيضا. ولا قال خير الخلق هذا وصحبه من الدين مراق وذاك فقيد. من المال صعلوك، فاقد المال، من المال صعلوك وليس بواضع عصاه وبئس ابن العشير مريد. تكلم في ثلاث. أما معاوية إيش؟ فصعلوك لا مال له. وأما إيش؟ فلا يضع العصا عن عاتقه. قال: من المال صعلوك وليس بواضع عصاه، إذا تكلم فيه أنه لا يضع العصا عن عاتقه. وبئس ابن العشير مريد، إذن له بئس أخو العشيرة. وتبين أحوال الرواة وغيرهم، فحصن حصين للعلوم مشيد، وحرز وحفظ واحتياط وملجأ، وسيف لداء الملحدين حديد. فهل يستوي علم وحفظ وفطنة ووهم وسهو والفؤاد بليد؟ من كان بدعيا وكان مدلسا وصحف ما يروي وظل يزيد، على ما روى الأعلام طرا وقد أتى بكل شذوذ للأنام يكيد. وأورد إسنادا على غير متنه وقال بريدا والصواب يزيد، وقال بريدا والصواب يزيد. خلط بين الرواة. بريد يقول عنه يزيد، ولم يدر من فهر وفهد ونحوهم. وقال عبيدا والصواب عبيد. وقال سليمان في سليم بن صالح، وقال أسيدا والصواب أسيد. فما كشف هذا غيبة بل ديانة، وما هو إلا في الظلام وقيد. يعني كالشعلة في الظلام تتقد. يثاب عليه الأجر من كان ناصحا
وحارس علم والإله يريد. وقد أجمع الماضون طرا وجرحوا كما عدلوا قدما وأنت فقيد. ولم يجمع الرحمن أمة أحمد على ضد حق للصواب عنيد. وقد طالب الرحمن في نص وحيه بتعديل من يأتيك وهو شهيد. إيش هذه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تعديل. وقد طالب الرحمن في نص وحيه بتعديل من يأتيك وهو شهيد. وتعديلهم لا شك تجريح ضدهم. فيا بكر قل لي أين تريد؟ فما ينكر التجريح إلا مجرح ويحيى فيزهو فضله ويزيد. الذين يردون علم الجرح والتعديل نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نهدم، كالعرعور والماربي وغيرهم، ماذا يريدون؟ هؤلاء مجروحون فخافوا من علم الجرح والتعديل وخافوا من أئمة الجرح والتعديل، فوضعوا هذه القواعد وتكلموا بهذا الكلام ليغلقوا باب الجرح في الرواة وباب الجرح في المخالفين لمنهج السلف. فما ينكر التجريح إلا مجرح ويحيى فيزهو فضله ويزيد. وقد سلم الراوون طرا لقوله وأمثاله في العالمين عديد. فقد جرحوا قدما بحق تدينا وأخزى فيهم مارق ومريد. وقد قال يحيى وهو يظهر عذره إلهي جبني أنت ودود. فإن كان قولي حسبة وديانة فجد بمماتي ربي أنت مجيد. بأفضل أرض في البلاد وخيرها فيعلم صدق شانئ وحسود. فجاء إلى قبر النبي يزوره فمات بها والعالمون شهود. وغلقت الأسواق من أجل موته وجاءت جموع ما لهن عديد. وجهز في نعش النبي مكرما إلى لحده إذ بان وهو حميد. ونادوا ألا هذا نفي عن نبينا حديث ألا هذا نفى عن نبينا حديث كذوب في العلوم يزيد. وشاهد بعد الدفن منه رفيقه عيانا رسولا قد رآه يعود إلى قبره فارتاع إذ غاص داخلا فآبى وقال الخير ويك أريد. أنا ملك أرسلت في أمر لحده فوسعته فاعلمه فهو مهيد. فمن كان سنيا وكان جماعيا توسع منهم في القبور لحود. من كان على السنة وكان على الجماعة من أهل السنة ومن أهل الجماعة توسع لحودهم. فمن كان سنيا وكان جماعيا توسع منهم في القبور لحود. فناهيك فضلا واستجيب دعاءه واستجيب دعاءه ومات غريبا والغريب شهيد. وأيقن أهل العلم طرا بفضله وما زال يحيى يعتلي ويسود. ويحيى إمام في العلوم مبرز جليل عظيم فضله ومديد. وأقول وربيع إمام في العلوم مبرز جليل عظيم فضله ومديد. في هذا العصر الإمام العلامة حامل راية الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هو قائم بهذا الواجب حفظه الله ورعاه. وكل من سار على طريقة السلف وعلى طريقة الأئمة وعلى طريقة هذا الإمام فهو ممدوح بذلك ذاب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل تبين لك يا محمد نور هذا الكلام الآن وأن علم الجرح والتعديل يحفظ به الدين؟ وأما قولك الأول الذي رجعت عنه فهو مردود عليك ولا نقبله منك. أحسن.